عاملين ايه؟ انا جايلكوا بقى بحاجه كده حلوه وشكلها جميل في البيض النهارده ناكلها ومغذيه جدا. انا بجيب البيض بتاعي وبضربه كويس جدا، خليكوا هتشوفوا شكل المفاجاه في الاخر. وببدا ان انا اضرب البيض كويس وابدا اضيف شويه ملح بالكميه اللي انا عايزاها. وببدا ان انا اضرب البيض بتاعي. انا عايزه اقول لكم ان اهم حاجه في الاكل يا جماعه العين تاكل قبل البق، لان الحاجه لو شكلها حلو وجميل هتاكلي تجري جري تاكليها. وما قعدت اضربهم كويس بعد ما حطيت الملح، وببدا ان انا احط شويه فلفل برضو بكميه مناسبه. بس انا اي يعني عايزه اقول لكم ان انا ببقى ضاربه البيض وحاطه الملح والفلفل، وبكون يعني قبل ما اعمل ده كله حاطه كده في بول على الجنب شويه خضروات هقول لكم عليها في وسط الفيديو. هنا انا جبت بيكنج باودر وحطيت زي يعتبر دي مقام معلقه صغيره. طب ليه بحط بيكنج باودر في البيض؟ عشان ينفخ سمك البيض ويخليه هش وشكله حلو جدا. بضربه كويس قوي على فكره، بيكنج باودر مهم. وبنحط بعد كده شويه لبن بالكميه برضو اللي انا عايزاه، بس ما تكونش كتير قوي يعني. وببدا ان انا اضرب الملح والفلفل البيكنج باودر واللبن في البيض كويس قوي، وانزل ايه ضرب 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 بيهم كده. انا عايزه اقول لكم بعد كده يعني انا جبت دقيق حطيته، يعني ممكن تعملي معلقتين دقيق او ثلاثة او تويمي بايديك. الناس هتسمع الكلام اللي انا بقوله ده تقول دي عامله عجه بيض. هي شبيهه للعجه بس مش هي العجه نفسها. بس عايزاكم شوفوا شكلها في الاخر تحفه تحفه. المهم ايه، انا حطيت الدقيق بتاعي وقعدت بقى ايه، قعدت اضرب كتير جدا، وجبت الطاسه وحطيت سمنه او زيت وبدات احطها بالشكل ده. بكون انا مقطعه في بوله. لو عندك زيتون حلقات، عندك فلفل رومي، انا حطيت شويه فلفل رومي اللي هو اللي كان عندي دلوقتي. حطيت شويه فلفل رومي كده جوه البيض. ولو عندك طماطم عايزه تقطعي بصل، اي حاجه من انواع الخضار الصحي تمام حطيه. الحاجات دي كلها برضو مغذيه. ببدا ان انا اسيبه شويه يبدا يستوي، وابدا اجيب المعلقه احرك الطروف من جوه عشان خاطر ايه، ان هو ما يلزقش، عشان ينزل كده بيتزايه بيتزايه حلوه قوي. وبعد ما ابدا الاقيه بيستوي ابدا ان انا ارص الجبنه الموزاريلا بتاعتي على الوش، وابدا ارش الخضار بتاعي. ايه الخضار اللي انا قلت لكم عليه؟ اي خضار حطوه، كل ده مفيد جدا لينا وللاطفال. انا حطيت بس فلفل رومي، وحطيت على الوش بعد ما استوت شويه كمون. بصوا بقى شكلها. انا عايزه اقول لكم ان انا بعد ما حطيت جبنه موزاريلا عشان تسيح بالشكل ده، غطيتها بغطا كبير، حكمتها كده وايه عشان الجبنه تسيح. بصوا بقى المنظر، وحطيت شويه كمون كده على الوش. شكلها تحفه. جربوها تعجبكم قوي ومغذيه جدا. بألف انا. يلا بقى اشتركوا في القناه بسرعه.